السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله النهاردة مع الوحدة ال 12 هنتعلم فيها إزاي أجيب المساحات لبعض الأشكال. الشكل الأولاني ده اسمه متوازي أضلاع. ومتوازي الأضلاع قاعدة صغيرة ارتفاعها كبير، والقاعدة الكبيرة ارتفاعها صغير. إزاي يا أستاذ؟ هيجيني في الامتحان ويقول لي يا ترى لو دي 10 ودي 5 ودي 8، وجد الارتفاع التاني ده. انا عارف ان مساحه متوازي الاضلاع، هنقولها كلاميا يا شباب مش مكتوبه، عباره عن مساحه المتوازي عباره عن طول القاعده في الارتفاع. القاعده هنا 5 والارتفاع 8 فتطلع ب 40. طب المساحه ال 40 عباره عن 10 في كام؟ ممتازين، 10 في 4. حد تاني شاطر يقول يا مستر هقسم ال 40 على 10، المساحه على القاعدة هيديني الارتفاع اللي هو ب4 سم، والمساحة تقاس سنتيمتر مربع. نيجي هنا يا مستر للمثلث. مساحة المثلث عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع. القاعدة هنا كم؟ وليكن 7، والارتفاع يا مستر لقيته 4، يبقى عبارة عن نص في 7 في 4. عايز تجيب نص الأربعة 2 في 7 ب14، صح. عايز تضرب 7 في 4 ب28، ترجع تقول نصها 14، برضو انت حلك صح. طيب المثلث الثاني ده مثلث قائم الزاوية، وليكن دي 6 ودي 8 ودي 10. انت بتضرب ده والعمودي عليه، العمودي هو الارتفاع، فكده يعتبر نص في 6 في 8. عايز تجيب نص ال6 وتضرب في ال8، صح. نص ال8 تضربها في ال6، صح. تضربهم وتجيب النص بتاعهم، صح. انا عارف ان نص ال6 3، و3 في 8 ب24. اخر شكل معايا ده هو شكل شبه المنحرف، اللي هو فيه فقط ضلعان متوازيان واسمهم قاعدتين. هتاخدها تاني ان شاء الله في الصف الاول اعدادي، لكن دلوقتي بقول لك لو معاك دي ب3 ودي 4 واللي تحت دي 6، هات لي المساحة بتاعته. كل اللي بتعمله انك بتقسم الشكل لحتتين، دي 4 تبقى دي 4، فتتقسم إلى مستطيل واتقسم الجزء ده إلى مثلث. تعال نجيب مساحة المستطيل الطول في العرض 3 في 4 ب12، ومساحة المثلث هي كلها 6، فدي باقي لها 2 ودي أصلا ب3. 2 في 3 ب6، نصها 3. يبقى مساحة المثلث زائد مساحة المستطيل اللي هي 3 زائد 12 بتساوي 15، وكل يقاس بسنتيمتر مربع. كده انتهينا من شرح الوحدة ال 12. اتمنى اكون فدتكم على جزء بسيط. خدنا فيها مساحات بعض الاشكال: متوازي الاضلاع، شبه المنحرف، والمثلث. متوازي الاضلاع مساحة القاعدة طول القاعدة في الارتفاع، المثلث نص القاعدة في الارتفاع، اما شبه المنحرف هتقسمه الاثنين. ممكن النص ده يكون مربع او مستطيل، هتجيب مساحته لوحده، والجزء الثاني هيكون مثلث، تجيب المساحة وفي الاخر تجمعهم. افكركم بالشعار بتاعنا مع مستر همام: الرياضة في التمام.